ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى يا جماعة احنا جايين لكم فيديو عن اقوى علاج للرطوبة. الرطوبة اللي كل الناس احتارت فيها وقالت انها ملهاش علاج. لا يا جماعة، بفضل الله كل حاجة في الدنيا لها علاج، مش الرطوبة بس انا عايزكم تشوفوا الفيديو للاخر عشان تقدروا تستفادوا، ومش هطول عليكم ويلا بينا على الفيديو. تابعونا. بسم الله. نبدأ معاكم أول خطوة في الشغل يا جماعة، وهي نظافة الحوائط كويس جدا. إزالة الدهان الزائل كله أو الدهان القاشر كله مكان الرطوبة، وتنضفها كويس جدا وتشيل أو تزيل أي دهان قاشر أو أي دهان مطقطق أو أي دهان ناطر من الرطوبة. بتنضف كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين. نضف الحوائط كويس جدا على قد ما تقدر. ما تسيبش اي دهان قديم طايش او قاشر. تشيل كله وتنضفه كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين كده قدامكم. شايفين كمية الرطوبة يا جماعة اللي في الجنب. شايفين نزل دهان قد ايه من الجنب، دهان قديم قاشر. الرطوبة يا جماعة بطريقة صعبة، منظر صعب، ومع ذلك برضو مش هنقول ملوش علاج، هنحاول. كل حاجة في الدنيا لها علاج يا جماعة، لازم تحاول مع الحاجة. وما ما تستسهلش وما تقولش لا ملهاش علاج. كل حاجة لها علاج. تاني خطوة معاكم، بنجيب ده اسمه بشبوري. بنوصله بأنبوبة وبنولع نار زي ما انتم شايفين كده، وبنمشي النار كده على مكان الرطوبة كله كويس جدا يا جماعة زي ما انتم شايفين. النار دي يا جماعة بتساعد، يعني بتخلي الجنب ينشف أكتر، حتى لو فيه لسه نسبة ماء بسيطة او في لسه نسبة رطوبة او ملوحة او كلام من ده كله. النار دي الفايدة ان هي بتنشف الكلام ده كله كويس بقدر المستطاع. بس حاول انت يعني ما تنشنش في مكان واحد. لازم تروح جاي كده بايدك كده عشان برضو المحارة او المحارة ما تصدعش او الحوائط ما تصدعش منك. طبعا بعد كده بتجيب في سيلر عازل اسمه بنتريتنج سيلر اللي قدام حضراتكم ده من جوتين. سيلر شفاف عازل للرطوبة وبيشتغل برضه في الحاجات اللي زي كده، رطوبة وجبسون بورد والكلام ده كله. حاجة محترمة جدا يا جماعة، حاجة محترمة جدا. حاجة بسم الله ما شاء الله. عازل قوي جدا، بيعزل معاك أي حاجة أنت عاوزها. طبعا احنا هنا منعنا المصدر، يعني خلاص احنا منعنا مصدر المية. كان في مثلا ماسورة مكسورة في البيت ده عملت الكلام اللي انتوا شايفينه ده كله في الحوائط، فاحنا منعناها خالص، منعنا اي تسريب مية او اي مصدر مية. فبنعالج بقى الكلام ده كله زي ما انتم شايفين. بس انتوا لو انتوا اشتغلتوا بالبنتريتنج سيلر ده يا جماعة او جبتوه اشتغلتوا بيه وصل شفاف من شركة جوتين، خلي بالكم منه لان هو مادة يعني ريحته وحشة قوي وصعب، يعني لو انت شميته ممكن تدوخ. فحافظوا على نفسكم وانتوا شغالين بيه. او من امكن انت تلبس برضو ايه كمامة كده وانت شغال، لان هو ريحته صعبة جدا. حتى وانا شغال كده بيه دخت والله وانا شغال يعني زي ما حضراتكم شايفين كده. ريحته صعبة جدا يا جماعة، صعبة جدا، مع انه منتج قوي جدا. عازل ما شاء الله كويس جدا من جوتن يعني. بعد ما ادينا السيلر الشفاف، بعد كده بنجيب سيلر تاني اسمه جوتاشيلد برايمر برضه من جوتين. طبعا الحاجات دي ممكن تلاقي بديل في شركات تانية، يعني مش لازم دي بالظبط، بس ايه، كل الشركات فيها بديل يعني الكلام للسيلر العازل ده، وكل الشركات فيها عازل وكلام من ده. بس بتختلف بس في المسميات. في كل بلد كل منتج ليه اسم معين. سيلر محترم جدا يا جماعة. برضه فايدته ان هو بيعمل ربط ما بين المعجون اللي هيتعمل بعد كده وما بين السيلر الحراري الشفاف. بعد كده يا جماعة بنجيب معجونة سفيتو، ودي معجونة أسمنتية مقاومة للماء. حاجة محترمة جدا. بنحط بقى شوية في سطل أو في بستلة، بس بنضيف عليها بس شوية غيرة، أي غيرة بيضة عشان نشدها شوية. بس هي حاجة محترمة جدا، حاجة مقاومة للماء. يعني لو في بعد كده حصل تسريب ماء، تسريب مية
خفيف او حاجه بسيطه كده. فالسافيتو ده ما بيقشرش او ما بينطرش، حاجه كويسه جدا برضو زي ما انتم شايفين. بنمعجن بقى مكان الرطوبه كله كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. سكينه طول وسكينه عرض او العكس، حسب ما الجنب او حسب ما المكان يظبط معانا زي ما انتم شايفين كده. ابدأ بقى سكينة 2 3 لحد ما ايه الحوائط تظبط او مكان الرطوبة يظبط، يبقى خلاص ما عادش عايز معجون وما عادش عايز اي حاجة. دي مادة كويسة جدا يا جماعة، اسمها سافيتو، مادة عالية الجودة مقاومة للماء، معجونة كويسة جدا يعني. واكيد هي موجودة في كل مكان بس بتختلف في الاسم بس. يعني هي عندنا في مصر هنا اسمها سافيتو، ممكن عندك في اي دولة تانية لها اسم تاني، فمش مشكلة. أكيد كل مكان كل منتج موجود بس بيختلف في المسميات أو في الاسم بس. بعد كده بنجيب بقى الصنفرة وبنصنفر السفيتو أو بنصنفر المكان رطوبة. صنفرة كويسة جدا، بنصفيه كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا معانا بقى مكنسة أو مقشة اسمها مكنسة. بننضف المكان كويس، بننضف مكان الشغل كويس جدا من الأتربة ومن العفار ومن التراب، وبنكنس مكان الشغل كويس جدا زي ما انتم شايفين. النظافة دي يا جماعة أهم حاجة، يعني أهم حاجة. حتى شوفهم، يعني أنا حطيت إيدي المكنسة وبكنس مكان الشغل، حتى بكنس البلاط عشان ما يجيش عفار على الشغل وأنا شغال. بكنس وبنضف على طول أول بأول عشان يبقى الشغل يطلع مظبوط، وكل حاجة بتعملها صح عشان الشغل يطلع في الآخر أو الأداء يطلع في الآخر أداء كويس أو حاجة محترمة يعني. بعد كده بتجيب برضو الجوتاشيلد برايمر تاني اللي هو السيلر الخارجي من جوتن، بتجيبه تاني بعد السافيتو زي ما انتم شايفين. وبنحط معاه ايه حتة موكيتا كده او ايه او قماشة او حصيرة او اي حاجة على البلاط عشان يتعكس زي ما انتم شايفين. وبندي بقى ايه مكان السافيتو وش جوتاشيلد سيلر زي ما انتم شايفين. ده سيلر خارجي زي ما انتم شايفين، حاجة برضه محترمة جدا. طبعا يا جماعة لو في أي مشكلة في الشغل دلوقتي مش هعرف أشتغل زي ما انتم شايفين كده. يعني لو في أي مشكلة دلوقتي في الشغل الرولة مش هتمشي كده على الحيط. يعني لو الدهان ضعيف أو المكان لسه مرطب أو الأساس لسه ضعيف، طبعا الرولة دي وهي ماشية كده هتشيل الدهان ده تاني وهتشيل السافيتو ده تاني لو في أي مشكلة في الشغل. إنما الحمد لله بفضل ربنا تعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله الحمد لله رب العالمين، زي ما انتم شايفين كده مفيش اي مشكله، ولا في دهان بيطلع تاني مع الرولة ولا في اي مشكله. تاني بقول لكم لو في مشكله في الدهان اللي انا شغال فيه دلوقتي او لسه فيه رطوبه او طريقه العزل مش مظبوطه او مش صحيحه، تيجي انت تشتغل برولة كده بتلاقي الدهان بيطلع معاك. يعني الرولة لما بتمشي لان الرولة شديده والسولار الجوتشيلد ده الخارجي ده شديد جدا، فما بتحط على اي حاجه بيشيلها من مكانها. فلو في الشغل فيه مشكلة الرولة ده هتشيل الدهان ده كله تاني. بس الحمد لله زي ما انتم شايفين الشغل صح والبداية صح وكل حاجة الحمد لله بفضل ربنا كويسة جدا بفضل الله. اجتهد، اتعب، حاول انك تعمل حاجة صح. ما تقولش دي لا او دي اي، ما تقولش دي ملهاش علاج ودي علاج، لا. لو ملهاش علاج فكر، حاول توصل لحل، حاول توصل لحل. طبعا ده الوش الاخير بقى زي ما انتم شايفين، بنرول اللي احنا بلاستيك او بنشطب بلاستيك نصف لامع لون جراي او لون رصاصي حسب طلب العميل. وبفضل الله يا جماعة نكون كده انتهينا من الشغل وما قابلناش اي مشكلة او اي عقبة في الشغل. الحمد لله يا رب العالمين. لازم تتعب ولازم تجتهد عشان تعمل حاجة صح وتعمل حاجة محترمة. اتمنى ان الفيديو ينول اعجاب حضراتكم، اتمنى ان تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل ما جديد في عالم الدهانات والديكورات الحديثة. اي اسئلة اي استفسارات اكتبوا لي وان شاء الله هرد عليكم. انا تحت امركم جميعا. وشكرا للمشاهدة، شكرا للمتابعة، وآسف على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.